البريكس واحد هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS. يتم كتابة المختصر بالعربية برأسج لأول الحروف باللغة العربية. 2. المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009، حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. 3. وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول بريكس في يوليو تموز عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية، حيث اجتمعت آنذاك قمة الثمان الكبرى. وشارك في قمة بريكس رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تو، ورئيس وزراء الهند منموهان سينغ، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية. 4. انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريكن سابقاً. تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفاً أو نادياً سياسياً فيما بينها مستقبلاً.